اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هنتكلم مع بعض عن الصيام المتقطع. هنوضح امور كتير جدا جدا جدا، انا نفسي اوضحها معاكم واسهل لكم الدنيا في الصيام المتقطع. الصيام المتقطع مفيد جدا، ان شاء الله يخسسك ويجيب نتائج انت ما حصلتيش عليها قبل كده. على النطاق حتى اللي هو مش تخسيس، هو مفيد. كأنك بالظبط بتعملي ريستارت لجهاز الموبايل بتاعك، انت بتعملي ريستارت لجسمك، بتعملي له ريفريش، بتريحيه، بتديله فرصة للراحة اللي هي بعدها بتزود الكفاءة بتاعته. كأن مثلا انت لما بتقفلي الموبايل وتفتحيه تاني كفاءته بتزيد. حاجات مثلا كانت معصلجة معاكي مش بتفتح، وهكذا. الصوت فيه مشكلة بتلاقيه بقى كويس. ساعات بتبقى اي مشكلة احنا فاكرينها كبيرة، بنبقى بس عايزين نرستر الجهاز. هتقولي طيب ما احنا بننام ووقت النوم ده هو رسترة للجهاز؟ لا، واحنا نايمين كمان الاجهزة بتاعتنا كلها شغالة، وممكن تكوني كلتي ونمتي، فده بيخلي برضو الكبد شغال، الجسم شغال، الكلى شغالة، كل الأجهزة شغالة حتى وانت نايمة. امال الحل ايه؟ الحل بيبقى ان انا اريح الانبوت او اريح جسمي من الحاجات اللي داخلاله، علشان اديله فرصة يتنفس، اديله فرصة يعني ايه، يشتغل بكفاءة اعلى. وخصوصا يا جماعة كمان اللي هم مرضى السكر. انا لما بدأت التجربة بتاعتي حرفيا انا هقول لكم اللي كنت بحس بيه، وكأني حاسة بكل حاجة بتحصل جوه جسمي، وكأنها مكشوفة قدامي وانا شايفاها. والله دي حقيقة. يعني مثلا انا كانت بطني كبيرة كده عالية، مش بطن سفلية، لا كانت كبيرة. فانا فهمت ان في دهون خارجية على الأجهزة ودهون حشوية بين الأجهزة وبعضها. افهموا معايا، أنا بفهمها لكم بطريقة مجرب، مش بطريقة طبية، مش بطريقة طبية، لا. فعلا دي كان ده الحاصل، ان في دهون فوق الأجهزة، يعني بعد الايه، الجلد بتاع البطن على طول، دي خارجية، دهون خارجية، ودهون حشوية اللي هي بين طبقات الأجهزة أو بين الأجهزة وبعضها. أوقات الدهون اللي بتبقى على الكبد بتيجي نتيجة إن الكبد مسحوم، الخلايا بتاعته مليانة. كل ما يجي ودي اللي هي بتبان أكتر في مقاومة الأنسولين. زي ما فهمت إن أنت كل ما بتيجي تدخلي أكل كأنها أوض كده أو غرفات أو حجرات، الأوضة دي اتملت والأوضة دي اتملت والأوضة دي اتملت. فلما بتتملي الأوض على آخرها بتبدأ بقى الدهون تتراكم فين؟ بره. فأنت علشان تحلي المشكلة دي، طبعا أنت في كبد شايل دهون، وفي أجهزة بينها وبين بعضها دهون، وفي فوق الأجهزة كلها دهون. طب البني آدم ده كفاءته وكفاءة أجهزته تبقى عاملة ازاي؟ يعني انت مثلا هبسطها لك وهوضحها لك اكتر، لان ده اللي فعلا شجعني الكلام اللي انا بقوله لكم ده، فعشان كده انا بنقله لكم وبقوله لكم. لما تيجي مثلا انت قاعده وفي حاجه تقل عليكي كده، انت هتقدري تتحركي؟ لا. طب لما يكون حد مكتفك كده، انت دراعك ده متكتف كده، متكتفه، هتقدري تعملي بيه حاجه؟ هتقدري تتحركي؟ هتقدري ترفعي ايدك؟ هتقدري تنزليها؟ لا. يبقى الدهون دي مكتفه الاجهزه مش عارفه تشتغل بكامل كفاءتها. هتشتغل ازاي اصلا؟ يعني هتشتغل ازاي بكامل كفاءتها؟ تخيلي كده معايا، واقعدي كده بينك وبين نفسك، وخصوصا الناس اللي هي عندها دهون في منطقة البطن، ودي أخطر حاجة وأكتر حاجة خلتني أتحرك فعلا،
لان هي سبب لمرض السكر، سبب لمرض الكبد، سبب لمرض الكلى، سبب كمان لمرض القلب. ما هو انت ما فيش، كله عليه دهون، كله عليه دهون. فهتتحركي ازاي؟ هتعيشي ازاي مع الوقت؟ حتى لو انت جسمك مستحمل الكلام اللي بيحصل ده، مع الوقت مفيش تحمل طبعا، مع السن مفيش تحمل طبعا، كل ده هيظهر. طب انا بقى لما بعمل صيام متقطع بدي فترة كبيرة جدا 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 للأجهزة دي إنها تشتغل حتى لو ببطء، فهي مش لاقية أكل وهي شغالة، فتضطر إنها تحرق الدهون اللي عندها دي. فمرة في مرة الدهون بتقل، ومرة في مرة كفاءة الأجهزة بتزيد، فالدنيا بتتظبط. طب ايه اللي حسيته؟ الدهون الخارجية يا جماعة بتاعة البطن اللي هي فوق الأجهزة بتاعة البطن دي، أول حاجة الصيام المتقطع بينزلها، أول حاجة. وممكن تبان من بعد أسبوعين أو 10 أيام، بيبان البطن، الدهون الخارجية اللي معلية البطن كده من فوق هنا كده لتحت كده، بتبدأ تقل، تتشال، تسيح، تتحرق من قلة الأكل اللي داخل. وفي نفس الوقت وأنا باكل أكل صحي، فالدنيا هادية، الدنيا يعني إيه، بدأت تتظبط. طبعا أول أسبوع بيبقى صعب، بس بعد كده الدنيا بتمشي وبتتعودي. ما هو انت أي حاجة عشان تكتسبيها وتبقى عادة بتقعدي تعمليها شوية وتصبري عليها شوية، مش أقل من أسبوعين، مش أقل من شهر. بس أنا بقولك في الصيام المتقطع عن تجربة، بعد أسبوعين خلاص بقت عادة، مش هتقدري ترجعي لو ثبتي الأسبوعين الأولانيين دول. تمام؟ لما بدأت أشوف النتائج دي بقى، وفعلا بحس إن الدهون الخارجية راحت بفضل الله، حاسة إن أنا أحسن، النوم بقى عميق، برضو الصحيان من النوم بقى أسهل، الحركة في العادي طول اليوم بقت أحسن. حاسة كمان إن أنا بشرتي اتغيرت، لون شفايفي، الدنيا اللي كانت مخنوقة جوه دي خفت، بدأت الدنيا إيه مع الفيتامينات كمان، مع كده الدنيا بدأت تتظبط الحمد لله وبفضل الله. بعد كده هتحسي ان جسمك اللي ما كانت المنطقه دي مش متقسمه، يعني مش حاسه لها كلها جايه مع بعضها كده كتله واحده، بدات الدنيا تبان، بدا في تحديدات تظهر، حتى لو لسه في عندك بطن سفليه. البطن السفليه دي بتطلع او بتحصل او بتتخلصي منها بصعوبه شويه، بس ما بيبقاش شكلها سيء زي الاول، بتبقى شكلها افضل. تمام؟ البطن السفليه دي بقى هي الدهون اللي بين الاجهزه وبعضها، الدهون اللي بين الاجهزه وبعضها دي مع الوقت والاستمراريه في الصيام المتقطع والتمرينات بتاعه البطن والرياضه اللي بتلعبيها، وان انت تبقي منظمه وكل حاجه لها وقت عندك، الدنيا هتبقى كويسه ان شاء الله. فالواحد لو تخيل جسمه من جوه الاضرار اللي هو متعرض لها ايه، والصيام هيفيده بايه، دي خطوه هتشجعك جدا على ان انت تدخلي في الصيام المتقطع وتصبري على الصيام المتقطع في الاول، وبعد كده الدنيا هتبقى تمام. حبيت بس اديكي خاطره تخليكي تشجعك ان انت تدخلي على الصيام المتقطع، والحاجات اللي حركتني ان انا اعمله وان انا استمر فيه بنقلها لكم، وكل ما بتذكر حاجه تحفزكم بقولها. تمام؟ مش عايز اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، وان شاء الله الفيديو له تكمله في الايام اللي جايه، لان الموضوع ما خلصش على كده، بس ده كده ايه حاجه تشجيعيه.
ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة اللي مش مشترك، وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات، وتعليق حلو منكم تقولوا لي الكلام ده فعلا فرق معاكم وهتبدأوا او هتستمروا لو انتوا كنتوا بدأتوا ولا لا. بحبكم جدا جدا جدا، ومع السلامة.